الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مع قناة عالم دواجن المشيو. النهارده بنعمل تحصينة الجمبورو على عمر 14 او 15 يوم. جمبورو يعني اسهال ابيض، يعني اسهال لازق من ورا، يعني اسهال متجبن، لازق من ورا وبيعمل عملية بقى همدان في الفرخ، وبيبقى فيه نافق كتير جدا اذا كانت يعني اذا كان الفيروس جامد وشديد. فاحنا بنعمل عمليه التحصينات بتاعتنا، اي اعداد اعمل التحصينات. انا عطشت الفراخ يعني لمده ساعتين ونص، وحطيت بقى الأنبول اللي هو بيكفي 1000 على 12 أو 13 لتر حسب العدد اللي موجود عندك. هو طبعا ممكن تفكه على 20 لتر. الفرخ ال 14 يوم يبقى يعني حوالي 7-8 لتر يكفوا العدد اللي موجود. طبعا لو كان عندك 1000 مثلا يبقى بتضرب في 14 يبقى 14 لتر لل1000. عندك 100 يبقى حوالي 2 لتر، وهكذا. يعني بتزود طبعا المية شوية علشان التركيز بتاع الأنبول ما يبقاش جامد قوي. انما احنا بنفكه يعني على 8 لتر او 10 لتر ميه، وفي خلال نص ساعه او في خلال ساعه، لان هو طبعا الانبول ده لما بنفكه في الميه لازم نفكه في الميه، يبقى اشد حاجه له فتره النص ساعه الاولى. بعد كده بيبتدي الفعاليه بتاعته بتقل. طبعا احنا بنحصن الجمبورو على عمر 14 او 15 يوم. قبلها بندي رافع مناعه لمدة يوم أو يومين، وبعد التحصينات بندي رافع مناعة يوم. رافع المناعة طبعا ممكن يكون هي سيلينيوم أو ألف دال 3 اهي. أنا هعمل لكم عملية استعراض للي موجود في البطارية. 14 يوم تحصينة الجمبورو. أي عدد عندك حصن للجمبورو، والنيوكاسل حصلناه في أول أسبوع. راجع الفيديوهات في القناة. طبعا النيوكاسل فيروس خطير جدا، والجمبورو خطير جدا. هو بيستمر في القطيع اذا دخل لك لمدة اسبوع. بيبتدي يتراجع، يعني بعد اسبوع بيبتدي يتراجع الفعالية بتاعته والتأثير بتاعه على القطيع اللي عندك. واذا كان في نافق بيبقى في اليوم الثالث، يعني بيزداد النافق في اليوم الثالث، وبعد كده بيبتدي يتراجع لحد بعد اسبوع، بيبقى خلاص كأن ما عندكش حاجة. احيانا لو المناعة بتاعت القطيع اللي عندك عالية، الجمبورو لو دخل عندك يطلع كأن انت ما حسيتش بيه خالص. لكن لو المناعة ضعيفة والعترة دي كانت قوية، يبقى في نافق بيبقى كتير جدا. هو طبعا فيروس خطير، كل الفيروسات خطيرة، لكن اخطرها نيوكاسل والاي بي، يليهم الجمبورو. بيبقى النافق حوالي يعني 10 إلى 15% من القطيع اللي عندك، ممكن يكون أكتر لو المناعة بتاعتك قليلة. المناعة لو شديدة وأنت محصن ودخل عندك الجمبورو، وارد طبعا، يعني ممكن ده سؤال. أنا لو محصن ممكن الفيروس يدخل؟ طبعا أكيد مفيش أي مشكلة خالص، محصن أو مش محصن. الفيروس بيجي طاير على بعد 3-4 كيلو زي نيوكاسل مثلا. إذا كنت أنت محصن القطيع بتاعك بيدخل الفيروس وبيبقى النافق قليل جدا، تدي رفع مناعة وبيعدي الموضوع. أما لو ما كنتش محصن بقى وداخل عندك فيروس والعترة قوية، ممكن يدمر نص القطيع اللي عندك. يا ساتر. نيوكاسل فيروس خطير، والجمبورو فيروس خطير، فهو أقل شوية من نيوكاسل لكن فيروس خطير. ودلوقتي الفرخة اللي بتكلف 150 جنيه دي، أي نافق عندك يعمل مشكلة، لأن الفرخ بيتكلف 150 منزلي مثلا أو 160 في المزارع ويمكن أكتر. فبالتالي أي نافق عندك ممكن يعمل لك مشكلة. في ناس يقول لك لو كان العدد عندك قليل بلاش تحصن. لا، لازم تحصينات. قلنا قبل كده في فيديوهات كتير، الفيروس لما بيدخل 10 فراخ وبيدخل 10,000. ما بيفرقش ما بين أعداد صغيرة وأعداد كبيرة. علشان كده أي حد عنده فراخ يعمل لها التحصينات بتاعتها في أول أسبوع نيوكاسل، وفي 14 يوم تحصينة الجمبورو.
واللاسوتا اللي هي الجرعة التانية من نيوكاسل عمر 19 يوم. برفع المناعة بتاعة القطيع في الأول لأن التحصينات بتبقى قوية، وبعد التحصينات بأرفع المناعة، وبعد كده بيبقى الأمور اتحسنت وكل حاجة تمام التمام. طبعا الأعداد اللي موجودة بعد ال 14 يوم بتبتدي بقى توسع. يعني احنا بدينا كل 40 في متر، بعد كده كل 30 في متر، وبعد كده 20 في المتر. فعلشان كده بكرة ان شاء الله هبتدي اوسع، يعني هنزل بقى من هنا، طبعا تحت اهو فاضي لسه، هبتدي بقى اخد من اللي فوق ده واحطه تحت، بحيث ان يبقى المتر في الاخر خالص ممكن يكون 13 كتكوت في المتر في البطارية، يبقى ده ممتاز جدا. ولذلك البطارية دي ممكن تشيل 70 75 كويس قوي. لو عندك تهوية كويسة جدا ممكن تشيل لحد 100. لو التهوية عندك عالية يعني والمكان واسع ممكن البطارية دي تشيل 100، لأنها 110 عرض في 2 متر طول، وبالتالي هي 6.5 مساحة. فلو قلنا يعني 15 في المتر، وده كويس جدا بالنسبة للبطاريات والتهوية، يبقى حوالي 90 فرخ كويس جدا في البطارية دي. لو خليتهم 70 يبقى كويس، خليتهم 60 يبقى أحسن، كل ما تقلل يبقى ممتاز جدا. ما شاء الله، ادعوا لنا بالخير، لأن طبعا لما بتتمنى الخير لغيرك الخير بيجيلك على طول. احنا طبعا يعني والله بنهتم بالحاجة، بنصحى الفجر نبص عليهم ونشوف ونحط وكده، لأن الحاجة مكلفة جدا، الحاجة مكلفة جدا، وربنا يكون في عون الناس. الدورة دي يعني يفرق مع الناس الوزن العالي وقلة النافع. الوزن العالي يفرق معاك وقلة النافع، علشان كده احنا بنهتم بالتحصينات وناخد بالأسباب أيا كانت الأعداد اللي موجودة عندنا. ظبط الحرارة بتاعتك، ظبط التهوية بتاعتك، بكده يبقى أنت رافع المناعة بتاعت القطيع، والأعداد في كل متر يبقى مظبوطة، وتدي التحصينات في مواعيدها، وتاخد بالك من تيارات الهواء الشديدة اللي هي بتبقى بالليل. درجة الحرارة بتنزل يعني 10 و12 بالليل، خد بالك، بص عليهم وظبط نفسك وشوف انت بتعمل ايه. طالما الحرارة مظبوطة، طالما التهوية مظبوطة، طالما الفرشة عندك لو انت بتربي ارضي مظبوطة، في البطاريات التهوية مظبوطة والأعداد مظبوطة والتحصينات مظبوطة، يبقى ربنا إن شاء الله يكرمك ويكرمنا. إذا كنت لسه ما اشتركتش يعني اشتركت في القناة، اشترك، وفيها 250 فيديو يا عم، تطلع خبير والله. عالم دواجن الميسيو. واشتركوا كمان في الجروب، بقينا 450 ألف واحد في الجروب بتاعنا عالم دواجن الميسيو، والجروب بتاعنا اسمه تربية الدواجن للمبتدئين وبأقل تكاليف، وأنا المشرف على الجروب، ودي القناة بتاعتي عالم دواجن الميسيو. اضرب على يوتيوب هتلاقيها، اكتب على جوجل هتلاقيها. والسلام عليكم. اعمل لايك واشترك في القناة.